بصي، انا فاهماكي كويس قوي. اي حاجه في الدنيا بقالها سنين واعمار بتتبني على غلط، وبتتكسر وتتطرب وتتملي زباله. وتيجي زباله على الزباله، وينمو بكتيريا وحشرات، وتلاقيها تفحلت وكبرت. عشان تيجي تغيري ده محتاجة خطوات كتير قوي عشان تقدري تحصلي على مكان نظيف زي الأول. مع سوء التشبيه أنا آسفة، بس ده مجتمعك، ده منظور مجتمعك للعلاقة بين الرجل والمرأة. فأنتي على مدار السنين الست بتتعامل على إن هي ملهاش مشاعر، على إن هي جسد، على إن هي كائن محتاج فلوس، محتاج اهتمام، صداع. تتعامل على انها مفرخه، لو ما خلفتش تبقى معيوبه. تتعامل على ان هي طباخه وبتغسل وبتمسح. تتعامل على ان هي ما ينفعش تطلع وتخش، ما ينفعش يبقى ليها اصدقاء. تتعامل زمان على انها ما ينفعش تتعلم. تتعامل على انها ما ينفعش تحط صورتها. تتعامل على انها ما ينفعش يقول مراتي منى، لازم يقول مراتي ام ادم. كتير قوي من الركام. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان ده عشان يتغير محتاج وقت طويل ومحتاج تكاتف. هل هينفع ان شخص واحد يخش المكان القذر ده ويمسك ممسحة وجاروف وينظفه؟ لا، لازم يتكاتف الناس ويتجمعوا، فبالتالي الارض دي ترجع نظيفة تاني وصالحة للمعيشة. اللي حاصل ايه؟ اللي حاصل ان في 2 3 5 في كل 20 بيفوقوا ويقولوا لا، احنا كرامتنا اهم. تمام؟ او ما ينفعش يحصل كده من غير ما يفكروا بالثمن هيقدروا يدفعوه او لا. وبالتالي انت لسه في مرحلة اللي بتحاول تاخد حقها فيها ضعيفة. احنا ما بقيناش زي زمان. التعليم حسن الامور شويه، لذلك مثلا هتلاقي الست ما بتتعاملش بنفس الطريقه في كل الاماكن. يعني لما تروحي المكان ريفي قح، اكيد الست بتتعامل فيه بطريقه غير اللي بتتعامل فيه في المدينه، غير الطريقه اللي بتتعامل فيه في مكان احسن وارقى في المدينه. فده فعلا بقى في ثقافه الى حد ما شويه دلوقتي ان لا ما حدش يهينك، لا انت ليكي حقوق، لا انت مش خدامه في البيت، لا ما ينفعش جوزك يخونك، لا ما ينفعش انت تتضربي. الحاجات دي كلها محتاجه ايه؟ محتاجه مقاومه، محتاجه شخص فايتر، محتاجه شخص عنده اراده. لانها مش ده العرف السائد. ما هو احنا عشان نشتغل عكس العرف محتاجين ايه؟ محتاجين اراده. فكم واحده بقى النهارده عندها اراده وغير مهتمه ولا مكترثه براي الناس؟ المهم نفسها والمهم قيمتها. دول قليلين. لكن التربيه والتاريخ والعرف خلوا الست ترضخ والراجل يتجبر. فبقت المنظومه كلها بتدفع الى اللي انت بتقولي عليه، انك تتغافلي. ليه؟ لان انت لو ما تغافلتيش هتطلقي. صح؟ لان اللي قدامك مش هيرتجع. هيرتجع ليه؟ ما هو ايه اللي مخوفه او ايه اللي هيمنعه وانت مش هتطلقي منه ولا هيخسر اي حاجه؟ قال يا فرعون اشفر على كلمه لقيتش حد يلمني. ليه تعدي وانت مجروحه؟ محدش قال لك تعدي وانت مجروحه، بس في نفس الوقت عشان ما تعديش هتفكري ان انت تبعديه وتطلقي. انت ضعيفه ولا قويه تقدري تاخدي الموقف ده؟ فمن الاخر الموضوع يتوقف على قوتك. انت اللي بتسمحي للي قدامك يعمل كده. انا مش لايمه عليكي، ما بقولش، بس بقولك دي منظومه حياه. انت سالتي ليه وانا بقولك ليه. لاني كل ما حولك بيضعفك، فمحتاجه درجه اعلى من القوه عشان تقدري تحصلي على اشياء طبيعيه المفروض ان هي من اساسيات الحياه.
وده الصراع الموجود حاليا. وانا شايفه حاليا الستات بطلت انها تسكت زي زمان، فاحنا في طريقنا ان ده يبتدي يحصل، بس برضو في نسبه اكبر بتتغافل وتتغاضى تعمل كل اللي انت بتقولي عليه ده. فانت مش هتقدري تحجبي الشمس، بس ممكن تقفي في الظل. ده اللي انا عايزه اقوله.